انت اول ما بتفتح السكتش اب طبعا مش بيبقى عندك بنفس المنظر ده، بيبقى عندك شويه ادوات موجوده، بس احنا هنخفي كل حاجه عشان لو لا قدر الله الحاجات دي ضاعت منك ومش عارف تجيبها بالطريقه دي. انت بتدوس كليك يمين على البار اللي فوق، بعدين بتعمل سيلكت على اللارج تول سيت دي اللي انت بتشتغل عليها، اللي هي الجزء اللي على يدك الشمال. بعدين الديفولت اتريد اللي هي الليرز او اللي هي البارامترز بتاعنا، صح، اللي انت هتشتغل عليها كل حاجه تقريبا، او هيبقى فيها كل المعلومات عن كل حاجه انت هتشتغلها. الاكستنشنز طبعا هتبقى عندك اقل من كده شويه، لان انا ضايف اكستنشنز كتير. لما بتدوس كليك يمين على الجزء الفاضي في البار ده، بيجيب لك التول بارز اللي عندك اللي بيحتوي على باقي الاكستنشنز او الباقي البلجنز بتاعتك. انا بالنسبه لي اللاي اوت دايما بحب اخليه يعني اقل عدد بلجنز ممكن موجود، الحاجات الاساسيه جدا اللي انا بستخدمها بشكل دائم بس، اللي هي اللارج تول سيت والانسكيب والفيري طبعا بكل الحاجات بتاعته، ودول هنشرحهم في فيديوهات جايه. احنا خلينا بس في الفيديو على قد الخطوه دي نتعلم بس الادوات والبرنامج تبقى الواجهه بتاعته واستخدامه مألوف بالنسبه لنا. فاحنا في الفيديو ده هنعمل مجرد دولاب ملابس بسيط جدا، والكيبورد ظاهر عندك تحت عشان اي شورت كات هدوس عليها او اي حاجه اعملها على الكيبورد او الماوس بتاعتي تبقى ظاهره عندك بالظبط. انا هدوس على حرف الار او اللي هي شورت كات بتاع ريكتانجل، وده اللي من خلاله هرسم القاعده بتاعه الدراسر بتاعي او القاعده بتاعه دولاب الملابس عندي. من الجزء اللي على اليمين اللي من تحت ده دي الابعاد اللي انا بكتبها فيه، بكتب في الجزء ده الابعاد بتاعتي، الطول والعرض بتاع الحاجه اللي انا برسمها، وادوس انتر عشان تطلع لي المقاسات اللي انا هكتبها عنده. وهي الدولاب طوله 3 متر في عمق 60 سنتي. طبعا يعني في الواقع مش بتبقى دايما بنفس الارقام دي بالظبط، بس يعني اقرب حاجه ليها، مثلا ممكن تبقى 32 في الواقع، في عرض 65 مثلا، بس مش مشكله دلوقتي يعني خلينا في الارقام دي. وبعدين طبعا الحاجة اللي انا مش هكررها او اللي انا مش هعمل منها اكتر من نسخة تانية بعملها كجروب، بعمل عليها تحديد واعمل عليها سيلكت عشان تبقى جروب عندي. طبعا ده علشان خاطر يعني احنا عايزين نلتقط عادات كويسة واحنا شغالين من البداية خالص. اول حاجة هبدأ استخدمها عندي وهي التاجز. التاجز دي عبارة عن لايرز انا بستخدمها في برنامج السكتش اب، عشان البرنامج مهما زودت فيه كومبوننت او مهما زودت فيه اي حاجة انا عايز ازودها، البرنامج ما يتقالش ويقفل مني مرة واحدة. فانا القاعدة اللي من تحت بتاعت الدولاب ده عملتها كجروب لوحدها، وكمان هحطها في تاج لوحدها. وكمان عشان ابقى منظم اكتر، لان انا عايز من دلوقتي التقط عادات جيده وانا بستخدم السكتش اب، عشان لما الملف يتقل او يبقى فيه بارامترز كتيره ما يضربش منه ويبوظ. فانا هعمل تاجز. التاجز دي كانها لايرز بالظبط، انا كل حاجه شبه بعضها او كل حاجه بستخدمها نفس الاستخدام هحطها في تاج لوحدها. فدي التاج الاولى اللي هي البيد روم كلوزت بيز، او اللي هي القاعده بتاعه الدولاب بتاعي. بعمل سيلكت على الكومبوننت اللي عندي في الشاشه، او بعمل سيلكت على الجروب اللي عندي، وبعدين بروح في اللي هي القائمه بتاعه انتر انفو، وبعمل سيلكت على التاج اللي انا عايز احط فيه الجزء ده. وبالمثل طبعا باقي الجسم بتاع الدولاب او باقي الهيكل بتاع الدولاب بمعنى اصح هيبقى ليه التاج الخاصه بيه، وبعدين هيبقى جروب لوحده، والجروب ده انا هعمل عليه سيلكت واروح في انتر داتا انفو واخليه يبقى تبع التاج بتاعه اللي هي كلوزت بودي. احنا قلنا ان الحاجات اللي انا مش بستخدمها بشكل متكرر او الحاجه اللي انا بعملها كنسخه واحده بس بعملها كجروب، لكن الحاجه اللي انا هستخدمها كاكتر من نسخه ممكن اغير في نسخه وبقى عايزها تتغير في اكتر من مره بعملها الكومبوننت. فانا عندي الديفايدرز مثلا اللي هتبقى في الدولاب هنا دي هتبقى واحده بس، وكمان هاخد منها نسخ. بدوس حرف الام علشان اجيب اداه التحديد او اداه النقل، وبعدين بدوس كنترول وده اللي بيخليني اقدر اعمل نسخ. وطبعا بعد كده برضو هضيف تاج وهخلي الديفايدرز ديت او الديفايدرز الرئيسيه دي في تاج لوحدها. ودي ميزه الكومبوننت ان انا لما اغير واحده بيتغيروا كلهم او بتتغير نفس النسخ بنفس الطريقه. وهكذا الديفايدرز الافقيه انا بعمل واحده وبعملها ككومبوننت، وبعدين الكومبوننت ده او الجزء ده بعمل له نسخ من ان انا ادوس حرف الام علشان اجيب اداه النقل اللي هي على اليد الشمال دي او اللي هي الكروس اللي ظهر عندي بالاحمر ده. وبعدين بدوس كنترول كده انا اي حاجه امسكها تتنسخ معايا. انا نسخت الجزء ده، بعد ما نسختها فوق طبعا انا عايز اقسم الدولاب بتاعي او الجزء الافقي ده لعدد 3 او 4 فراغات معينه. مثلا بدوس سلاش 3 تقسم عندي على 3 سلاش 4 فبتقسم عندي على 4 اجزاء زي ما هنشوف كده بالظبط. وطبعا لان هي كومبوننت لما بغير في واحده بس كلهم بيتغيروا بنفس المثل. ولما بتيجي تنسخ الرف ده علشان تعمله ككومبوننت جديد فانت بتدوس عليه بعد ما بتنسخه، بتدوس عليه كليك يمين وميك يونيك كده، ده بقى كومبوننت كانه كومبوننت جديد عشان لما بتغير الابعاد بتاعته ما تغيرش معاك القديم. وطبعا ما تتوقعش ان انت من اول مره يعني الكلام ده هيبقى معاك سهل، يعني اتمنى يبقى سهل طبعا من اول مره واتمنى يبقى واضح، بس مش هيجي من اول مره. البرامج بالذات لازم انت اللي تغلط بايدك ولازم انت اللي تعمل المشكله بايدك علشان خاطر بعد كده ما تنساهاش وتعرف تحلها بشكل كويس. وبالمثل بقى الخطوات خلاص بدات تتكرر. انا عملت نسخ للكومبوننت بتاعتي، عملتها ميك يونيك،
هبدا انسخ من نفس النسخه دي، هنسخها اكتر من مره على حسب انا عايزها فين بالظبط. وده كده بشكل كبير جدا يعتبر الدولاب بتاعي خلاص خلص، او الحاجات الاساسيه بتاعته خلصت. ودي مقدمه بسيطه جدا او مدخل بسيط جدا لبرنامج السكتش اب. وانت فعليا يعني لو عايز رايي مش محتاج اكتر من مقدمه بسيطه في اي برنامج اكتر من كده. والبرنامج فعلا سهل وبسيط جدا. بس اي برنامج مهما كان سهل ومهما كان بسيط مش هتتعلم البرنامج او مش هتبقى مستوى كويس او قوي في البرنامج الا لما تغلط فيه بنفسك وتعمل فيه مشاكل بنفسك، وبعدين تتعلم تحل المشاكل دي. ساعتها تبقى اتعلمت حاجات جديدة حتى اللي كان بيدرسها ما كانش يعرفها ممكن قبل كده. اتمنى الفيديو يكون مفيد، وما تنساش تدوس لايك وتشترك في القناة علشان هيبقى في فيديوهات متعمقة اكتر في البرنامج. في اي مشكلة واجهتك في البرنامج سيب لي تعليق بيها نحلها مع بعض.